فسر اللي حصل في الجمعية العمومية المعرفة بطبيعة تصرفات الأستاذ سامح عاشور. الأستاذ سامح عاشور إحنا زور الانتخابات الماضية في نوفمبر 2015، وبالتالي هو الذي زور الجمعية العمومية. الدليل على ذلك إنه إحنا كنا بنطالب بعقد جمعية عمومية تنظر في سحب الثقة وفق القانون. هو خالف وهرب من هذا الالتزام وقرر عقد جمعية أخرى لتجديد الثقة. فرق بين جمعية تنظر في سحب الثقة وجمعية تنظر في تجديد الثقة. إيه؟ لماذا؟ لأن إحنا جمعية سحب الثقة لا تجعل له أي ولاية أو إشراف على الجمعية. يرأس الجمعية العمومية الطارئة لسحب الثقة أكبر أعضاء سنا، وهو اللي بيشرف عليها، وهو اللي بيشكل معاه لجنة تقوم بكل الإجراءات. فلو ده حصل معناها إن سامح عاشور هيبقى بره. الأمر الثاني، كنا نود أن يكون هناك إشرافا قضائيا يعني يفصل بيننا وبينهم. في ناس مش عاوزاه، في ناس عاوزاه. مين اللي يفصل بين الاثنين غير جهة محايدة؟ هل يجوز أن يكون الخصم هو الحكم؟ طبعا لا. مطلوب سحب الثقة أو النظر في الثقة في سامح عاشور. مش معقول يبقى هو اللي بيشرف على الجمعية العمومية. مطلوب سحب الثقة من مجلس نقابة المحامين من اللي معاه. فمش معقول ان المجلس ده هو اللي يشرف على الجمعية العمومية. الذي يخاف من الإشراف القضائي يبقى هو اللي عاوز يلعب. لكل هذه الأسباب نكتشف انه الرصد، ودي الرسالة الحقيقية التي أريد أن أوصلها إلى الجمعية العمومية، إلى الرأي العام. عاوز تعرف حقيقة اللي حصل في الجمعية العمومية؟ شوف صناديق الإسكندرية والجيزة شمالا وجنوب، والقاهرة شمالا، وحلوان والقليوبية. الخمس نقابات دول أكبر كثافة عددية، والخمس نقابات دول نتيجتهم لم تعلن للرأي العام، لأن دول سحبوا الثقة من سامح عاشور.